كنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي، تستنى مدفع رمضان بعد الأذان على طول تشوف هو بيضرب. تقول لي طب انت عامل ده ليه؟ أقول لك عشان باختصار شديد أنا ماليش تقليد. كنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي، تستنى مدفع رمضان بعد الأذان على طول تشوف هو بيضرب. تقول لي طب انت عامل ده ليه؟ أقول لك عشان باختصار شديد أنا ماليش تقليد. ابدا، يعني اشير لنجاح نجحته او نسب مشاهده حققتها، لكن للاسف الشديد الصمت ده بيتفهم غلط. حملات مدفوعه الاجر لصناعه انطباعات معينه، انطباعات كاذبه وحاجات مزيفه، بقى شيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، الموضوع ابتدى لما عمرو سعد نزل صورة ليه من مسلسله الجديد وهو من غير قميص، وده كان مشهد عادي من العمل. لكن الموضوع قلب ترند بسرعة، وناس كتيرة بدأت تقول إنه بيقلد محمد رمضان، خصوصا إن الصورة فكرتهم بمشهد لمحمد رمضان في نسر الصعيد. وكمان لان المخرج اللي شغال مع عمرو سعد في المسلسل هو محمد سامي، والكل عارف ان اكتر حد يشتغل مع محمد رمضان هو محمد سامي، فالاتهامات زادت. محمد رمضان ما اتكلمش بشكل مباشر، لكن نزل فيديو كان بيتكلم فيه عن برنامجه الجديد اللي هيعرض في رمضان، وفي اخر الفيديو قال جملة: انا ماليش تقليد. وده كان واضح انه تلميح للجدل اللي حصل، واللي خلى الموضوع يولع اكتر، وبدأت الناس تربط بين كلامه وبين صورة عمرو سعد. مع انتشار الكلام زاد الجدل بين الجميع، وجمهور الاتنين بدأوا يقارنوا بينهم على السوشيال ميديا، وده خلى الموقف يتصاعد بسرعة كبيرة جدا. عمرو سعد بقى مسكتش، رد منشور في كلام عن النجاح الحقيقي وإن الترند مش مقياس، ووضح إن الفنان مش محتاج يثبت نفسه من خلال حملات مدفوعة أو محاولات مفتعلة للفت الانتباه. لكن ما ذكرش محمد رمضان بالاسم، لكنه كان واضح إن كلامه موجه ليه. وفي تصريح تاني قال إنه بيحترم كل الفنانين، لكن مش بيحب المقارنات السطحية، ونجاح أي عمل بيعتمد على مجهود فريق العمل بالكامل، مش مجرد تشابه في المشاهد. الموضوع مش مجرد جدل على السوشيال ميديا، ولكن دخل في مرحلة تانية، خصوصا بعد ما انتشرت أخبار عن خلافات بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وناس كتيرة شافت إن سامي بيحاول يخلق بديل لمحمد رمضان من خلال التعاون مع عمرو سعد. ولما عمرو سعد نشر صورة تانية من أعماله القديمة، بين إنه من زمان بيعمل المشاهد دي، وإنه مش بيقلد حد، وإن أسلوبه في التمثيل مختلف تماما عن أي فنان تاني. لكن الجمهور دايما بيحب يقارن أي شيء وأي حاجة شبه حاجة تانية. على الجانب التاني، طارق العريان دخل في أزمة مع أصالة بقالها فترة بسبب حقوق بعض الأغاني، وده خلاه يطلب من المنصات حذفها بحجة إن المنتج هو ومش واخد أي أرباح منها. أصالة وأخوها أنس ما عجبهمش الموضوع وبدأوا يدوروا عليه، لكن طارق قال إن بقاله 5 سنين بيحاول يحل الموضوع وديا ومفيش فايدة، وإن الحل الوحيد دلوقتي هو اللجوء للقضاء. الخلاف ده كان عن مشاكل أعمق بين طارق وأصالة، لأنهم من وقت الطلاق ما اتفقوش على أي حاجة.
كان المفروض يعمله من البداية، لكن الواضح إن الأزمة مش هتتحل بسهولة، وإنه يعني أصالة مكملة لفترة أطول، ومع ذلك المحامين في الموضوع بقى في كلام كتير عن إن في تعويضات مالية ممكن تطلبها أصالة، وإنها شايفة إن ليها حق في العائدات اللي جت من الأغاني دي. بشكل عام الموضوعين كشفوا قد إيه السوشيال ميديا بقت مؤثرة على خلق انطباعات عن الفنانين، سواء كانت حقيقية أو مرتعلة. الجمهور ساعات بيصدق أي حاجة تتقال له حتى لو مش مبنية على حقائق. الحملات المدفوعة بقت وسيلة للسيطرة على الرأي العام، وده بيخلي الفنانين اللي مش عارفين مش بيشاركوا في اللعب بالصورة دي بيلاقوا نفسهم متهمين أو مستهدفين بدون سبب حقيقي. كمان بقت المقارنات السريعة والتعليقات العاطفية بتأثير على تطورات الجمهور بشكل كبير، وده بيخلي الفنان مضطر يوضح حاجات المفروض تكون واضحة من نفسها. الواضح ان الازمة بين عمرو سعد ومحمد رمضان مش هتنتهي قريبا، والجدل هيزيد اكتر مع قرب عرض المسلسلات الجديدة. اما بالنسبة لخلافات أصالة وطارق العريان فغالبا هنسمع عن تطورات جديدة، لان الموضوع بقى رسمي ودخل في مرحلة اخرى، وممكن يكون له تأثير كبير جدا على أعمالهم القادمة. وبقي هنا أن نقول إن الفنانة أصالة هي فنانة سورية تعتبر واحدة من أبرز الأصوات في الوطن العربي. بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، واشتهرت بصوتها القوي وأدائها المميز، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة اللي لاقت انتشار واسع. تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين، وتعرف بأسلوبها المميز في الغناء واللي بيجمع بين الطرب الأصيل والتجديد الموسيقي. بجانب مسيرتها الفنية كانت حياتها الشخصية مليئة بالتحديات، خاصة علاقتها بزوجها طارق العريان واللي انتهت بالطلاق بعد سنوات من الزواج. دخلت أصالة في خلافات قانونية مع العريان بسبب حقوق بعض الأغاني، وطلبت الأخير بإزالتها من المنصات بحجة امتلاكه لحقوق الإنتاج. ورغم محاولات التسوية الودية تصاعدت الأزمة ودخلت في مسار قانوني. تتمتع أصالة بجمهور كبير في العالم العربي، وبتعرف بشخصياتها القوية وتصريحاتها الجريئة، كما أنها نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحرص على مشاركة جمهورها تفاصيل حياتها الفنية والشخصية. بالرغم من الخلافات والمشاكل اللي واجهتها، ما زالت تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات الغناء في الوسط الفني في العالم العربي. شكرا لحضراتكم، ولنا لقاء آخر. تحياتي.